الإغواء بالبلدي كده يعني ازاي تلف اللي قدامك وتخليه زي الخاتم في صباعك، ودي طبعا مش حاجة سهلة. الإغواء فن ومهارة لازم تتعلمها، سواء لأنك أكيد هتحتاجها في التعامل مع اللي حواليك أو عشان تحمي نفسك من أي شخص عايز يغويك ويسيطر عليك. حقيقي كتاب فن الإغواء هو كنز دفين. على فكرة أنا قريت الكتاب ده 3 مرات ولسه هقراه تاني وتالت ورابع وعاشر. كتاب عميق وغني جدا، مليان بالحكايات والمراجع الأدبية والتاريخية. صحيح المؤلف بيتكلم عن الإغواء بالمعنى الرومانسي، لكن تقدر تطبق ده كمان على الحياة المهنية أو الحياة اليومية. فن الإغواء ما بيقتصرش بس على الإغواء بهدف جنسي، لا، ده بيساعدك على فهم علم النفس البشري بشكل عام. إذا كنت مهتم بالعلاقات الإنسانية والتأثير، فهتكون نظرتك للكتاب ده إنه كتاب غير عادي. إيه رأيكم ندخل تاني في عالم الإغواء والتأثير؟ هخليكم تكتشفوا أسرار وتقنيات ما كنتوش تعرفوها قبل كده، عشان تقدروا تسيطروا على أي شخص محتاجين إنكم تسيطروا عليه، أو كمان تقدروا تتقوا شر أي شخص عايز يغويكم وما تقعوش في فخ الإغواء. هنتعرف في الفيديو ده على الجزء الثاني من ملخص كتاب فن الإغواء للكاتب الأمريكي الشهير روبرت جرين، واللي بيعتبر دليلك الشامل لفهم عميق لفن الإغواء والتأثير الفعال. يا ترى مستعد تنطلق معانا في الرحلة الممتعة والمثيرة دي وتتعلم ازاي ممكن للشخص العادي ان يتحول لشخص ساحر يجذب الآخرين بسحره الخاص؟ هنكتشف أسرار الشخصيات القوية وإزاي تقدر تطور قوة التأثير الخاصة بيك وتكون سيد الموقف وملهم للي حواليك. هقدم لك أفكار جديدة وتقنيات مبتكرة هتساعدك في السيطرة على الأوضاع وجذب الانتباه والتقدير. في الجزء الثاني والأخير من كتاب فن الإغواء بيقسم روبرت جرين عملية الإغواء ل4 مراحل فرعية. بس قبل ما أبدأ كلامي عن المراحل دي، محتاجة منكم انكم تدعموني بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. واتمنى منكم انكم تشجعوني بالتعليقات على الفيديو. وتعالوا بقى ندخل عالم الإغواء والتأثير. وعن أول مرحلة في عملية الإغواء هي انك تثير الاهتمام والرغبة. وهنا بقى يا معلم هتلعب على فكرة انك شخص مثير جدا للاهتمام بالنسبة لضحيتك، وده عشان تعرف تسيطر عليها. هتقولي الموضوع ده صعب، هقولك عشان توصل للمرحلة دي هيكون قدامك 4 خطوات لازم تمشيهم عشان تبدأ تلفت انتباه ضحيتك. اول خطوة انك تختار الضحية المناسبة. اختار الضحية المناسبة، وعشان تختار الضحية المناسبة فده بيكون حسب انت عايز منها ايه، او بمعنى تاني ده بيعتمد على هدفك من عملية الإغواء. يعني انت عايز تغوي الشخص ده ليه؟ ادرس فريستك كويس، اعرف ايه النقص اللي عندها عشان تعرف تدخل لها منه. اعرف هي بتعاني من ايه. اختار الضحية اللي تقدر تسد عندها فراغ معين. اختار الضحية اللي تقدر تخليها تشوف فيك اللي هي بتدور عليه. وغالبا الشخصية دي ما بيكونش عندها رضا كفاية. ليه؟ لأن الشخص الراضي القانع بيكون من رابع المستحيلات انك تغويه او تأثر عليه. ودي خطوة مهمة وهي الخطوة الأولى. تاني بقى خطوة هقولك اخلق شعور مزيف بالأمان. في الخطوة دي بقى يا معلم هتتبع استراتيجية الصياد. لازم تحسس الضحية بالأمان عشان تعرف تسيطر عليها. لازم الضحية تسلم نفسها تماما من غير ما يكون عندها أي توقع للغدر. إذا لاحظ هدفك أو إذا لاحظت ضحيتك إنك بتتلاعب بيها أو إنك عايز تسيطر عليها هتنقلب عليك. قرب بشكل غير مباشر عشان ما تتقابلش بالمقاومة. قرب بشكل تدريجي. انتقل كده من الصديق للحبيب. هدهد الهدف زي ما بيقولوا لحد ما يحس بالأمان وبعدين اهجم. ودي بقى استراتيجية الصياد. الخطوة الثالثة ارسل إشارات متضاربة.
بمعنى انك ما تكونش شخص واضح زيادة عن اللزوم، ما تبقاش غشيم وتخش دغري كده في اللي قدامك، لانك لو دخلت دغري هتتقابل بالمقاومة. لازم تكون غامض ومثير للاهتمام، لازم تكون شخص متناقض، مرة متدين، مرة متحرر، مرة طيب، مرة شرير. التناقض ده بيدي عمق للشخصية، وبيخلي الشخص اللي قدامك عنده انجذاب ليك وعنده شغف انه يتعرف عليك اكتر. بس الفكرة هنا في التناقض اللي بتمارسه، عشان يكون تناقض احترافي لازم يكون تناقض بسيط، عشان ما تلاقيش نفسك متحول لشخص كده عنده انفصام في الشخصية، وساعتها تفقد قدرتك على الإغواء. فكرة الغموض والتناقض بتسحر وتجذب اللي قدامك، وبتخليه شغوف انه يدخل العالم بتاعك او انه يدخل دايرتك ويتعرف عليك اكتر. ودي خطوة مهمة لازم تمشي بيها في علاقتك طالما قررت انك تسيطر على حد او انك تغويه. نيجي بقى للخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة واللي بتساعدك في عملية الإغواء هي إنك تدخل في روح الشخص ده. الكاتب بيقول إن أكتر سبب لمشاكل معظم الناس هو العند. عشان كده الشخص اللي بيمارس عملية الإغواء بيدخل دماغ الضحية ويخلق مساحة مشتركة ما بينهم عن طريق إنه يفكر معاها بنفس الطريقة، وده بيسهله انه يدخل دماغ الضحية. يعني شوف دماغها رايحة فين وجريها. يعني مثلا لو ضحيتك بتحب المغامرة خليك مغامر، لو بتحب الاكل خليك اكيل، لو بتحب السفر خليك رحالة. لازم تخلق مساحة مشتركة ما بينكم عشان تعرف تتسلل جوه دماغ ضحيتك وتقدر تسيطر عليها وتغير قناعاتها زي ما انت عايز. ودي بقى الخطوات دي هي خطوات المرحلة الأولى في عملية الإغواء. وهنا هنيجي بقى للمرحلة التانية. وأول خطوة في المرحلة التانية هو إنك تخلق اللذة والارتباك. في المرحلة دي بقى هتركز على القوة الشيطانية للكلمات، واللي فيها بتخلي ضحيتك تحس بالارتباك. بمعنى إن الشخص في المرحلة دي بيسمع ضحيته الحاجات اللي هي عايزة تسمعها، وده طبعا هيسهل له بشكل كبير جدا انه يكسب تأييدها لفكرته. ما هو كلنا محتاجين ان حد يسمعنا حاجة احنا محتاجين نسمعها. ما انا قلت لك في الاول ادرس ضحيتك كويس قوي، واعرف دماغها رايحة فين وجاية منين، واعرف ايه اللي يسعدها وايه اللي بيخليها مبسوطة وطايرة، وايه اللي بيخلي يشغل بالها ويشغل تفكيرها. ادخل في دماغها عشان تعرف لما تيجي تسيطر عليها صح. الخطوة التانية بقى انك تربط نفسك بضحيتك بشيء شاعري، او تربط نفسك بشيء شاعري عند الضحية بتاعتك، عشان لما تغيب عنها ده بيخليها تحس بالقلق والاحتياج، اللي هو يعني هتتبع استراتيجية او اسلوب انه بمجرد ما الضحية تتعود عليك تقرر انك تبعد وبعدين ترجع تاني، فالضحية تحس كأنها تايهة ورجعت. يا حرام، اسلوب رخيص جدا بس للأسف بيجيب نتيجة. نيجي للخطوة الثالثة وهي انك تعزل الضحية تماما، ابعدها عن اللي حواليها وعن افكارها واخلق لها عالم تاني مختلف. وهنا بنخش في مرحلة تعميق التأثير، وعشان تقدر توصل للمرحلة دي فانت محتاج تمشي شوية خطوات. اول خطوة اثبت نفسك، وفيها بتقوي علاقتك بالضحية وبتكون سند وداعم ليها في كل شيء. من الآخر كده بتكون بالنسبة لها المنقذ اللي فاهمها وبيساندها في أي حاجة بتحتاجها. والخطوة التانية ممارسة التراجع. قدم للي قدامك شعور بالحماية والأمان، خليه يحس إنه زي الطفل. مين فينا ما يتمناش يرجع لمرحلة الطفولة؟ الناس اللي مروا بذكريات جميلة وعايزين من وقت للتاني إنهم يستعيدوا ذكرياتهم، هنا بقى دورك يا معلم. العب دور المعالج النفسي، شجع ضحيتك انها تتكلم عن طفولتها. على مدار الاعتراف هتكتشف بعض الاسرار الصغيرة، خليك منتبه ليها كويس قوي وهي بتتكلم، ولكن خليك متحفظ في تعليقك على كلامها او كلامه. انا هنا بتكلم عن ست او راجل، لانك لما بتشجع الشخص اللي قدامك انه يتكلم فانت بتتفاعل معاه وتديله
تعليق من وقت للتاني عشان يحس انك معاه في الموضوع، ولكن اوعى تصدر احكام، سيبه يتكلم براحته، اوعى تهجم عليه او اوعى تدي اي حكم من عندك، لا، اديله الاريحيه انه يتكلم، ولكن تفاعل معاه وحسسه انك يعني متفاعل او متجاوب معاه. الخطوه الثالثه، امزج المتعه مع الالم، شويه تتعامل بعنف وجرح وشويه تتعامل بلين وعطف، وده بيخلي الضحيه تتعلق بيك اكتر ومتلهفه للحظه اللي انت هتتعامل فيها بلين وعطف، حاجه كده زي السويت اند ساور. الخطوه الرابعه، اظهر نفسك كشخص مرغوب فيه من الغير، وخلي اغنية الفنانة الجميلة سميرة سعيد اللي بتقول فيها انا حواليا كتير دايما كده قدام عينك. غالبا الناس بتطمع انها تقرب في الشخص المرغوب من الغير، عشان كده كتير الناس بتسعى للمشاهير والناس اللي عندهم علاقات ناجحة، دايما الناس بتحاول تقرب منهم. فكرة ان الناس حباك او انك شخص مشهور او ان الناس حابة انها تقرب منك، دي لوحدها فكرة بتخلي ناس اكتر تقرب لك، فكرة كده زي الجذب بيجيب جذب. دلوقتي بقى وصلت كده لمرحلة الافتراس، ودي المرحلة الاخيرة ودي اصعب مرحلة، لانك في الحالة دي بتقدر انك تاخد من الضحية الحاجة اللي انت عايزها، ولما يجي الوقت المناسب إياك ترتكب خطأ التراجع أو الانتظار. فرصتك لو ضيعتها من إيدك هربت ضحيتك منك. ودي كانت ملخص الجزء الثاني من كتاب فن الإغواء، اللي فيه الحيل الشيطانية للسيطرة على البشر. فن الإغواء استراتيجيات وتكنيكات للتأثير والنجاح. وأشوفكم على خير في فيديو جديد.